سؤالي فنيا نذهب بعيدا ما لا خليني بس قبل ما نخش فنيا انت برضو احنا في مشهد دلوقتي يلا اتفضل. في اكثر من جزئيه مهمه جدا. اتفضل. احنا عندنا جزئيه ليه حسام حسن مش قادر حتى الان يرتدي يونيفورم او بدله مدرب منتخب. يعني حتى الان من اول يوم من اول مؤتمر وهو قاعد يتكلم قدام الصحفيين ومفكر انه في جلسه وديه، والتصريحات اتقالت والكلام ده مع كل جلسه مع الاعلام او جلسه بيطلع فيها لازم بيختلق تصريحات. مش قادر حتى الان ان يلبس يونيفورم. اصل القصه مش فنيا ولا تدريبيا الملعب بس، لا انت مدرب عليه في قواعد لازم او رولز تمشي عليها في الكلام في التصريحات في اشياء كثيره. انت بتمثل منتخب وطن مش بتمثل نادي هنا ولا هنا، والكلام ده كله داخليا ده بنعمله مع بعض. انما انا مدرب منتخب مصر لازم ارتدي هذه، لازم يكون عنده حد يديره شويه في مساله ان انا يعني ايه التعامل مع الناس، سيبك من الملعب والكلام ده. دي جزئيه مهمه جدا. تصريحاته انعكاس لشيء مهم اخر وهو شعوره بعدم الامان، وده طبيعي. هو حاسس لغايه دلوقتي رغم النتائج وانه حقق انا بصراحه متعاطف معاه في الحته دي. انا متعاطف معاه في حته احساسه بعد ما انت بتبص لي ليه؟ ايوه هو انت بتمارس عليا ضغوط ليه؟ انا عايز اتكلم. تكلم مين؟ بكلمك انت يا فتح الله. بتبص لي يا كابتن اسامه بتمارس عليا ضغوط ليه؟ عمري لا هو الموضوع بس انا سايبك بتتكلم براحتك. اقول لك انا متعاطف ليه، والله بتكلم واقول لك انا متعاطف معاه ليه. انا عارف الكابتن حسام من جواه هو بالنسبه له فكره ان هو انا اروح كاس عالم ده كان حلم من احلام حياته، ان هو يمرن منتخب مصر ده حلم من احلام حياته، ياخد المنتخب ويروح بيه كاس عالم ده حلم تاني كبير قوي قوي بالنسبه لاي حد، ما بالك بقى حسام حسن بالشخصيه بتاعته. ففكره ان هو حاسس ان الموضوع ممكن في اي لحظه الراجل ما يبقاش موجود ف بره وحد تاني هو اللي موجود في كاس العالم، ده احساس موتر جدا. ايوه شعور انا هبقى بس ابراهيم الاحساس ده المفروض انا بس اديني بس انا هبقى عذره في الحته دي. ماشي. انا هبقى عذره في الحته دي، لكن هتقول لي بقى تصريحاته بتاعنا انا انتقدت تصريحاته واتكلمت فيها، بس هبقى شايف كبني ادم كانسان عنده حته اعذره فيها. بالظبط. فده تصريحاته انعكاس لحاله زي ما يطلع المسؤول في مصر دلوقتي. لا مفيش يا باشا امان، مفيش يا باشا امان، والتطمينات دي كلها حاجه وما يدار حاجه ثانيه عشان نكون واقعيين. نتائج بتقول باي باي على طول. فاحنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ان هو لابد ان في الفتره الجايه وهو داخل دلوقتي رايح بطوله وهيبقى فيه تصريحات ومؤتمرات لازم اللغه تتغير شويه عن كده. احنا عايزين نساندك وعايزين نساعدك بس انت لازم تساعد نفسك. صحيح. لان القصه برضو هي انا دلوقتي مش بتكلم برضو في ان انا بكسب هنا وبكسب هنا وماشي، لا انا عايز الراي العام يسقف لي يشيلني على كتافه زي ما شال الكابتن حسن شحاته. عمل بطوله هايله. لا فتح الله عايز انه انا عايز ارجع الشارع تاني. بالظبط. انا حاليا حتى الان مفيش قناعه بالاداء. انت هتكلمني انا سيبك من اللي بيحصل بينكم او كمسؤولين او كتعاقدات او انا بتكلم انا كشارع، انا كراي عام. ازاي انا اتعامل مع الراي العام؟ ما هو انت دلوقتي ما غيرك حقق نتائج كتير ومش غير مأسوف عليه لانه ما صنعش حاجه. ايه هي الحاجه الجديده او الجمل الجديده او التركيبه الجديده الفنيه اللي الناس هتقول لا ده احنا بنبني معاها لكاس العالم؟ فهي دي بتشيل لك قصه النتائج. لو حصل دروب في النص ببقى انا شايف مش بخزن لعيبه بعد كده عشان العب بيها، لا انا بطلع اللعيبه وابتدي هي جت واحده فهي جت ايه لازم دلوقتي استفيد بالمساله بشكل كويس. هي جت لوحدها تحوني ولا انا دلوقتي انا من اللي كنت مخزنهم وانا راضي. فانا بعمل اهو في الفتره هي كمان يا كابتن ابراهيم غير الراي العام نعمل عليه اللعيبه اصلا عشان خاطر وانا دلوقتي يعني ايه خلاص امسك الام استاذ حسن نروح لخالد بقى. اخر جزئيه بس ان انا عندي جزئيه مهمه. انا لما اروح كاس الامم اي بطوله انا هلعب بمين؟ انا هلعب بلعيبه لازم اكسبهم. طيب ما ينفعش تصريحاتي تكون فيها اساءه لاي حد. طب انا عايز حاجه معلش قبل ما تقول لو النبي قبل ما اروح لخالد النبي اقول نقطه لوجه الله الكريم مهمه قوي. كابتن اسامه نبيه كان ضيفي في نفس البرنامج ده واتكلمنا في كل حاجه. طالما انتوا هي دعابه على فكره. خلينا بس اقول اللي جوايا عشان برضو احنا بشر وبني ادمين نخطئ ونصيب، نقول تصريحات صح ونقول تصريحات غلط. انا مش معصوم من الغلط، انا كبني ادم، انا كمذيع، انا كواحد بقدم برنامج ممكن اقدم حلقات تقلش مني كتير، ممكن اقول كلام ما يبقاش موفق فيه. هسال الناس سؤال، هل لو انا طلعت النهارده عملت حلقه ما هيش كويسه هتذبحوني؟ يعني هتخلصوا عليا؟ مش هعرف اطلع تاني؟ مش هتتقبلوني تاني؟ الموضوع هيقف لحد هنا؟ اذا كان احنا كنا لسه بنتكلم على مدى ان احنا نبقى مع بعض واسره واحده وكذا وكذا وكذا. هل لو انا ما كنتش موفق في رحله؟ هل لو انا ما كنتش موفق في مشوار؟ هل لو انا ما كنتش موفق في بطوله وانت جيت كاعلام حاسبتني وسالتني وانا رديت، عجبك او ما عجبكش، انا توفقت او ما توفقتش، انا في الاخر وفي الاول انا احترمتك. انا جيت لك وطلعت ورديت. في ناس ثانيه بتستخبى، في مسؤولين تاني، في لاعيبه كوره، في مدربين، في اجهزه فنيه بتستخبى. انا بقول كلمه لوجه الله الكريم، كابتن اسامه ما اختارش ان هو يستخبى.
هتقول لي طب كان يستنى في التوقيت شويه، كان يبقى بعديها شويه، كل ده ماشي. بس الراجل كان مشحون وعايز يطلع يتكلم. لو انا سالت كابتن اسامه دلوقتي نفس الاسئله قد تكون اجاباته مختلفه تماما عن الاجابات اللي موجوده، لان احنا بشر نبقى مشحونين مضغوطين، انت في بيتك انا في بيتي، كلنا على بعضنا كده. تحصل احيانا حاجات تخلينا نقول كلام ما نكونش موفقين فيه. لو رجعنا نفسنا هنبقى موفقين اكتر، هنقول كلام اكتر. بس اللي انا عايز اقوله ان لو انا غلطت انت مش هتخلص عليا، لان انا في الاول وفي الاخر انا ما عملتش جريمه، انا ما كنتش متوفق، انا بس هي دي القصه مش حاجه ثانيه. فهو ده اللي انا بقوله، وبقوله في حضره الكابتن اسامه نبيه، هو بكل امانه وبكل صدق. الكابتن اسامه نبيه انا بحبه جدا وبحترمه على جميع الاصعده، ويشرفني ان هو يبقى موجود معايا في البرنامج. والقصه بتاعت انه تصريحات اتقالت ولم تكن موفقه وما عجبتش الناس، انا فاهم انه الناس ليها ردود افعال. بس طب وبعدين يا جماعه؟ بس هي بتنم عن شخصيه صريحه، يعني بيتكلم بس انا بس ايه، حبيت ان انا اخد الشيلد ادافع عنك، اقول الكلمتين عشان لوجه الله الكريم، لا وزي انت وارفع من عليك الضغط في الحته ديت، وارفع من عليك الحرج. لا زي ما انت بتقول فعلا، ان انا لو رجع بيا الزمن لا كنت اتكلم في اتجاه تاني خالص، بشكل تاني خالص مختلف. لكن انت لما بتشتغل في عمل عام تحت ضغط كبير زي اللي انت بتشتغله، لا بتتشحن زي ما كابتن حسام مثلا طالع الفتره اللي فاتت. لا الضغط بيبقى صعب جدا، وانت ساعات بتطلع حاجات لا مش في محلها ومش في مكانها، وبتبقى اخطات فيها. واحنا لما بتقعد بقى وتهدى، حتى لما فاكر في نفس البرنامج قلت لك ايه، انا اكيد لما هقعد واهدى لا هراجع كل اللي انا قلته ده، ايه اللي انا قلته ده، انت فاهمني ازاي؟ بس الضغط النفسي العصبي اللي انت بتبقى فيه لازم عارف انت بيبقى فيه رد فعل غصب عنك، احنا بشر زي ما انت بتقول. ابراهيم في الاخر كل واحد عايز ينجح وعايز يبقى كويس، ما فيش حد يتمنى لنفسه الخساره ولا يبقى وحش ولا يخطأ، كل واحد عايز اقول لك على من وجهه نظره عايز يوصل. انا اتفاجئت، احنا يمكن اتقابلنا بعديها على طول، لعبنا كوره، كنا موجودين مع فيتو، بعدها قفل على نفسه، مبقاش بيشوف حد، وبدا يخش في مراحل من مراحل الاكتئاب لانه الضغط كبير. انا اسف والله ان انا بقول كده، لا انا اسف ان انا بقول كده، انا اسف ان انا باذيع سر مش المفروض ان انا اذيع، بس انا اسف. بص عارف طلعت منه امتى؟ لما شفت صبري. انا شفت صبري، حسيت ان كل ده ما يسواش حاجه. صح، شفت طلعت منه امتى؟ بدليل ان انا طلعت معاك يوميها بالليل هنا. أيوة. لما شفت صبري وهو قال لي هتكفلني، انا ايه ده؟ ايه اللي احنا عايشينه؟ ايه الموضوع يعني اللي انا كنت بعيش فيه دوت، ولا انا عايش فيه، ولا هنعيش فيه؟ لان لسه في تاني هنعيش فيه. دي النقطة الموضوع بالنسبه لي دي النقطة اللي بدأت بيها كلامي، ان الموت الفجأة بيعمل زلزال عند ناس كتير. صحيح. عايز اجي بقى للموضوع الكابتن حسام حسن، اتفضل نهدى بقى شوية. لابد ان احنا نتفق في الاول كده ان الكابتن حسام حسن اخطأ في تصريحاته. ولكن انا واحد من الناس انصافا للكابتن حسام حسن وانصافا لاي حد مكان الكابتن حسام حسن، يعني اي حد من الكباتن اللي ممكن يبقى نفس المكان في يوم من الايام. لا، لابد الا تغفل الظروف اللي بيعمل فيها حسام حسن. حسام حسن وهو جاي وهو موجود، المجلس مش عايزين اللي فات واللي موجود، وخاصه المهندس هاني ابو ريده. وهو المهندس هاني ابو ريده جاي قبل المهندس هاني ابو ريده كان في تصريح شهير للكابتن حسام حسن، قال لك انتوا رايحين تجيبوا الناس انتوا مشيتوا. فالكابتن حسام حسن عارف ان المهندس هاني ابو ريده بمجلسه، بمن يعمل مع مجلسه من الخارج، عارف كويس قوي ان هم مش طايقين الكابتن حسام حسن. فالكابتن حسام حسن عنده من جواه يعني احساس ان الناس دي مستنيه له غلطه. هتيجي تقول لي هو انا لا ادافع عن الكابتن حسام حسن، ولكن انا اسرد الامور بمنطقيه، وبتحط نفسك مكان الراجل. ده السرد المنطقي. انت بتقول الحقيقه من غير مكياج خالص. تمام. تمام، يلا بينا. المعتاد مني يعني. بزعل ناس كتير بس انا اسف والله، هي دي القصه يعني. ماشي، كمل. فالفكره هنا على الصعيد التحليلي، اما عن صعيد الخبر وعن صعيد ما دار في الكواليس بالنسبه للكابتن حسام حسن بعد مباراه اوزبكستان، يدفع الكابتن حسام حسن انه يكون تحت الضغط الكبير ده. لان ما وصل لمعسكر الكابتن حسام حسن ان انا بقول لك معلومات من عند الكابتن حسام حسن، مش هو كل قال لي، ولكن في ناس يعني هو الراجل وصل له ان بعد مباراه اوزبكستان مغادره المهندس هاني ابو ريده للامارات للقاهره، ان دي كانت معلومه بالنسبه له انه راجع علشان يقيل الكابتن حسام حسن. دي ده معلومه هو عايش فيها